في حدود الساعة 2:13 من صباح اليوم الخميس لقي 8 أشخاص حتفهم، منهم 4 وفيات بعين المكان و4 آخرين بكل من مستشفيات المهير، المنصورة وبرج بوعريريج، فيما أصيب 41 شخص آخر بإصابات متفاوتة الخطورة. كان ذلك في حادث مرور أليم إثر انحراف حافلة نقل المسافرين من نوع هيجر كانت متوجهة نحو العاصمة الجزائرية، واصطدامها بالحاجز الحديدي وانحرافها قبل محول حمام بيبان لطريق السيارة شرق غرب. وحسب مسؤول خلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية ولاية برج بوعريريج، فإنه تم تدخل مركز الإسعاف في الطرقات للحماية المدنية باليشير غرب الولاية، مدعوما بالوحدة الرئيسية ووحدات كل من دوائر المنصورة، الحمادية، مجانة، وكذا مركز إسعاف طرقات بممرقة، أين تم نقل الضحايا الأربعة إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما تم تقديم الإسعافات الأولية في عين المكان لمجموع 44 جريحا.